حفيدتي بتقول لي ما فيش حاجه اقتصاديه يا تيتا، حتى العدس غالي. هنعمل مع بعض ان شاء الله القرنبيط الجميل الحلو الابيض ده اهو. هنعمله بطريقه حلوه، بطريقتي اللي انا بعمله بيها، وبطريقه كمان المطاعم. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. همسك بقى القرنبيط نقطعه كده اهو. انا ايه بعمل معاكم بسرعه، وبعد كده انا هعمله انا مع نفسي اهو. بصوا اللي بيحب العصايه الكبيره دي يخليها، انا بحبها تبقى طعمها حلو. بس بروح مقشره كده، اما تقشريه كده بيبقى جميل قوي، ما بيبقى القشر فيه. اما بتعمليه بيه بيبقى عامل زي اكنك بتاكلي عصايه، يعني بتاكلي حاجه ناشفه اهو. اقشر كده كله اهو بالطريقه دي. هقشره بقى واغسله اهو، واعمله كده. هقشره واغسله واقشر ايه راس التوم دي معاه، وارجع لكم تاني. الميه اللي هسلق فيها القرنبيط معايا هنا كمون وملح، ودي معلقه توم مفروم، خليه طعمه وريحته جميله. فيها عشان تراب ولا رمله ولا حاجه، اسقطه في الميه دي وسليقه زي سليق الكرنب، مش اللي هو يعني يتهري، يعني يغلي بس غلوه واطلعه، عشان لو استوى قوي بيبقى عامل زي العيش المبلول، مش بيبقى حلو. يعني يبقى ايه اللي انت لسه هتقليه، فبيكمل سوا، نص سوا هنا ونص سوا في الزيت، يبقى طالع معاكي مقرمش وحلو. قرنبيط زي ما اتفقنا كده، يعني هو بيبقى ايه 50% سوا هنا في السليق، و50% التانيين في الزيت وهو بيتقلي، عشان ما يتهريش منك ويبقى عامل زي العيش، اكنك بلع عيش كده بتاكليه زي الكرنب، يعني زي ما تكوني بتسلقي الكرنب، مش بتهري قوي اهو. انت تحسي ان هو لسه ما استواش، بس هو كده نص سوا. هحضر بقى الخلطه بتاعتي الجميله. الخلطه بتاعتي معايا هنا معلقتين نشا كبار. انا بقول ايه على طريقتي وطريقه المطاعم، يعني انا قريت كده دلوقتي كده على طريقتي اهو. الحاجه اللي هقول لكم على طريقه المطاعم، اللي هتبقى على طريقه المطاعم اوريها لكم دلوقتي. مكون واحد بس فعلا بيودي القرنبيط يعني في حته تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا ربع معلقه كربوناتو صغيره والملح. لو ما فيش كربوناتو عندك حطي بيكنج باودر. عندنا حته هريسه شطه وكمون وفلفل اسود. ادي المكون بتاع المطاعم. معلقه كركم كبيره. هحط بقى الميه عليهم، بس مش هحط ميه كتير لان انا لسه هحط البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 4 بيضات. انا هنا طبعا ما حطيتش ميه كتير عشان البيض. بسم الله. عجينه تبقى سمكها معقول كده، ظبطت ملحها. هحط بقى ايه حته تومه مدقوقه. عايزه اوريكي سمك العجينه عامل ازاي بالمعلقه. بسم الله اهو، عشان تبقى ماسكه في القرنبيطه. يعني لو خفيفه عن كده مش هتمسك في القرنبيطه، ولو تقيله عن كده هتبقى القرنبيطه مكتومه، حته القرنبيط مكتومه اهو. احلى خلطه. هقلي بقى. بسم الله.
طب اقول لكم ايه بقى، اقول لكم بغاشه ولا اقول لكم سمك فيليه ولا ايه بالظبط؟ بصوا شويه قرنبيط عسل نحل، عملت جنبيهم قوطه متخلله بالثوم وحبه البركه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسونيش لايكاتكم الجميله، كومنتاتكم الحلوه اللي بتفرحني، يا احلى عيله في الدنيا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.